نعم. يقول ما حكم التلحين في قراءة المتون، يعني المتون العلمية؟ الجواب لا بأس به، هذا من فن الإلقاء. يأتي إنسان لكتاب من كتب الفقهاء فيقرأ المتن الفقهي ملحنا، يعني يرتله، هذا لا بأس به، لأنه ليس يتعبد الله عز وجل بهذا، ولا قراءة المتن من جملة الأذكار أو الأدعية أو العبادات حتى نقول إنك أضفيت على العبادة صفة لم يرد بها الشرع. لا، قراءة الإنسان للمتن ليست عبادة، العبادة هو تفهمه للمتن لأنه فهم لأحكام الشريعة. ولذلك لو أن إنسانا من الناس قرأ متن من متون الفقهاء مجرد قراءة ولا يعقل ما يقول مطلقا، يعني ما يفهم ما كتب في هذا المتن، هيثاب على قراءته وعلى حروفه التي ينطقها إطلاقا، فهمت؟ فكونه يلحنها هذا كأنه في كلام المعتاد مع الناس لحن الكلام، إلا أن الثاني منكر لأنه لم يجر به العرف، والأول معروف لأنه جرى به العرف. إذا كان فيه أذكار وأدعية الظاهر والله أعلم أنه ليس به بأس، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وفرق بين من يقرأ الذكر تبعا لمثل يقرأه لا يتعبد الله به، وبين من يتلو الأذكار يتعبد الله بها ثم يضفي عليها صفة لم يرد بها الشرع. وقد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. إذا كان الحديث جاء تبعا لمتن من متون الفقهاء فيظهر أنه أيضا لا بأس به، فيقال في الأحاديث مثل ما قيل في الأذكار التي سبق ذكرها. لكن الإشكال إذا كان المتن المقروء أو المدروس كتاب حديث، أما إذا كان قرآنا فترتيله والتغني به مقصود من مقاصد الشرع. لكن إذا كان حديثا نبويا فهل على الإنسان من بأس لو رتله في قراءته إياه كأن يقرأ البخاري أو مسلم على شيء؟ الأحوط أن لا يرتل الإنسان الحديث النبوي، لأن فرق بين كلام الناس العادي الذي ينظمونه فنلحنه وفقا لعرفنا فوجود يحكمه العادة والعرف، وبين الأحاديث النبوية التي كانت موجودة بين ظهراني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقرؤونها ولم يرد عن واحد منهم أنهم كانوا يرتلونها. فالأول الأصل فيه الجواز والثاني الأصل فيه المنع، وإن كانت سنة أهل العلم جرت بعدم نفير ذلك فيما يعلم، فإنه يقرأ الحديث مرتلا على الأشياخ الكبار، ولا أعلم أحدا أنكره من أهل العلم من أشياخنا، لكن نحتاج في ذلك إلى دليل تركم النفس إليه. فالمسألة محل تأمل إذا كان المتن متنا حديثيا، اللهم إلا إن كان تبعا لمتن فقيه فالأمر في ذلك فيه شيء من السعة.